سلام شطوراتي الحلوين. لو هنتكلم عن الشطارة يبقى نعمل كل حاجة في بيوتنا، منها البلوبيف، اللانشون. النهاردة ان شاء الله مع قرب المدارس هعمل لكم البلوبيف بمنتهى السهولة المتسهلة وبأقل مكونات كمان، وبيتعمل بطريقة بسيطة وسهلة. يلا بينا نشوف بيتعمل ازاي. يلا معايا. قبل ما اخش على الطريقه والمكونات هقول لكم انا ليه عملته. نزلت اجيب بلوبيف. انا كنت بجيب البلوبيف اللي هو المستورد المربع ده كلكم عارفينه. ولقيته غالي، 350 جرام ب 250 جنيه. كده بيبقى غالي، فانا قلت ليه ما اعمله في البيت. وقد كان وعملته وطلع في منتهى اللذاذه. عملته كذا مره وولادي عجبهم قوي، هم ولادي بيحبوه بالبيض وعملته. وطبعا في سر بسيط كده بحطه معاه بيديه طعم مميز. هقول لكم طبعا في الفيديو. يلا تابعوني في الفيديو هقول لكم كل التفاصيل. اول حاجه بعملها كوبايه ميه ساقعه، كوبايه كده الا ربع ميه ساقعه، بحط عليها معلقتين كبار جيلاتينا. والجيلاتينا بتجيبوها من اي محل مستلزمات حلويات. طبعا هنا في طاسه بحط حته ليا صغيره. لو ما بتحبيش الليا ممكن تحطي سمنه على حسب ما تحبي، سمنه بلدي كده حلوه. وحطيها. هو لازم فيه دهون. بحط الليا بالشكل ده، طبعا مش هتبان فيه بس هتديله طعم مميز. بحط نص كيلو لحمه مفرومه زي ما انتوا شايفين كده على الليا. طبعا بتسيبي الليا لغايه ريحتها ما تطلع وتطلع حته كده من الدهون اللي جواها، وبعد كده بتحطي اللحمه زي ما انتوا شايفين كده. بسيب اللية بقى تندمج مع اللحمة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ببدأ احط البهارات. طبعا المكونات بالتفصيل سايبها لكم اول الفيديو على الشاشة، تقدروا توقفوها وتاخدوها سكرين شوت. وهي توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، وملح. بعد كده بقلبها بالشكل ده لغاية البهارات ما تندمج فيها، وبعد كده بحط الجيلاتينا اللي كنا عملناه في الاول. كوباية الجيلاتينا طبعا دابت في المية، فبحطها بالشكل ده. وبحط حتة كده من اللون الأحمر بسيطة كده تديها اللون الوردي اللي طبعا عارفينه للبلوبيف. بسيبهم بقى يندمجوا مع بعض 5 دقايق كده مع المكونات والبهارات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نسيت كمان اقول لكم في بهارات بحطها معاها بسيطة كده، وهي بهارات الشوربة عملتها لكم قبل كده، وهو ورق لورا، مستكة، وحبهان. بطحنهم كويس جدا واحطهم نص معلقة صغيرة مع اللحمة أثناء ما بتحطي البهارات. كده خلاص خلصت بعد 5 دقايق. ببدأ بقى لما تبرد شوية وتهدى أحطها في الكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او في الخلاط لو ما عندكيش كبه. بس انا بحطها طبعا هنا انا حطيتها في الكبه الاول، لقيت الكبه ما طحينتهاش زي ما انا عايزه، وخصوصا اللي فحطيتها في هتشوفوها بعد كده حطيتها في الخلاط. ممكن بقى الحاجات اللي هتحطيها فيها ممكن تكون عندك علبه زي علبه السمنه اللي انتوا شايفينه تحطيها فيها، علبه تكون مثلا مدوره زي ما انتوا شايفين، علبه مربعه على حسب ما تحبي. دي هنا الكبه عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو بتحبيها خشنه زي كده ممكن تحطيها في الكبه، لو بتحبيها ناعمه شويه حطيها في الخلاط. انا هنا حطيتها في الخلاط شويه كده ضربتها، وبدات بقى احطها. طبعا بتبقى خشنه شويه عن الخلطه بتاعه اللانشون. بحطها بقى في علبة محكمة الغلق واسيبها بقى في التلاجة يوم كامل تاخد من بعض كده ومن البهارات، وكده بتكون خلاص. طبعا هنا عملت معايا كمية حلوة، عملت العلبتين دول، نفس العلبتين دول كده. قعدت تقعد معايا ممكن اسبوعين، بتبقى جميلة جدا وفي منتهى اللذاذة. ممكن بقى كده انت عارفة مكوناتها وعارفة مستوية ازاي، فممكن تقطعيها كده وتعمليها سندوتشات للاولاد من غير ما تسويها. انا بعملها كده، بقطعها كده وهعملها سندوتشات للاولاد لو بيحبوها بالشكل ده. لو بيحبوها بالبيض اعمليها بالبيض، بتكون اطعم واجمل. لو بيحبوها مستويه كده بالملح والفلفل، طبعا هي فيها ملح فظبطي الملح لو عايز ملح، لو وكمان فلفل، وبتكون طعمها في منتهى اللذاذه. ممكن تعمليها في المدارس، ممكن تعمليها سندوتشات لعشاء، لفطار، لغدا بالبيض، بتبقى في منتهى اللذاذه. طبعا هنا البيض بحط حته سمنه وبحط
البلوبيف زي ما انتوا شايفين كده، مجرد بس ان هو يطلع ريحته ويتشوح في السمنة شوية. بحط بعد كده البيض وبسيبه شوية يشكشك كده، يعمل شكشكة كده بسيطة، وبعد كده ببدأ اقلبه واحط ملح وفلفل، اظبط الملح والفلفل، وكده بتكون وجبة في منتهى اللذاذة. يا ريت بقى تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات لما تجربوه ويعجبكم. وانتظروني ان شاء الله، هعمل شوية حاجات كده للمدارس بسيطة كده وتسهلكم الوقت والمجهود. اتمنى يا رب كل اللي بنزله يكون بيعجبكم، ويا ريت اعرف رأيكم في الصفحة. وكانت معاكم مها القناوي، مع السلامة.